إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا. ضرب المنتخب المصري موعدا ناريا مع نظيره الإيفواري في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة القارية بعد أن نجح الطرفان في عبور دور 16 بنجاح. ويخوض منتخب مصر اللقاء في 9 مساء السبت المقبل على ملعب إدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 من ديسمبر الجار وحتى 18 من يناير لسنة 2026. وتأهل منتخب الفراعنة من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأكد صعوده إلى دور 16 من منافسات البطولة بعد انتصارين على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، وتعادل سلبي أمام أنجولا، فيما نجح في عبور معتبنين في ثمن النهائي بثلاثية مقابل هدف في لقاء امتد لشوطين إضافيين. قائمة منتخب مصر في إفريقيا. وجاءت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في إفريقيا كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي. وخط الدفاع محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح. وخط الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاته، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تاريزيجي، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي. وفي خط الهجوم عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.